دابا قول لي شنو سميت القهوه الله يسهل عليك. لاس فيغاس. هنا بلاصه بالضبط في مراكش. سكيليز. كيليز. صافي واخا. خلي التليفون شاعل. اسمع الاخوه، المكالمه الهاتفيه اللي كانت كدور ما بين العائله ديال الدري ياسين وما بين هذوك الناس اللي ارتكبوا ديك القضيه. المهم الاخوان سمعوا واحد اللقطه. الدري كيهضر مع خالته والمعرفة الام ديالو، وياسين كتحس به مسكين بحال مخنوق. المهم سمعوا الاخوان. دابا قول لي شنو سميت القهوه الله يسهل عليك. لاس فيغاس. هنا بلاصه بالضبط في مراكش. سكيليز. كيليز. صافي واخا. هاد القهوه هادي اللي قال ليها اصلا ما كايناش في مراكش، كاينه في سلا، يعني تما فاش دخل الشك. ولكن في هاد المكالمه ديال الاخوان راه عرفتي والله الا هاد الناس هادو القلب ديالهم ما فيهش الرحمه صاحبي. اسمع واحد اللقطه هي اللي بزاف كاع. خلي التليفون شاعل الله يسهل عليك صافي. هي سمعتوها الاخوان؟ واش سمعتوها ولا ما سمعتوهاش؟ اللي قالت له خلي التليفون شاعل، تتحس بالدري ياسين بحال مخنوق، بحال ديري له شي حاجه ويقول ديك اللعبه ديال واش فهمتوا؟ هانتوما انا نعاودها لكم الاخوان وعاودوا سمعوها. عرفتي راه حشومه والله الا حشومه والله. الله يسهل عليك صافي. سمعتوها الاخوان ولا ما سمعتوش؟ يعني الدري راه عذبوه والله الا حشومه عليهم هاد الناس هادو اللي داروا فيها هادشي. المهم نكملوا المكالمه ونزيدوا نعرفوا شنو تفاصيل اكثر. كيهضر معاها تيقول لها صافي اختي مرحبا، حشومه صاحبي والله الا حشومه بالله. كما سمعتوا معايا الاوديو او المكالمه اللي سجلاتها الاخت ديال الضحيه ديك الليله اللي تغيب فيها ياسين الله يرحمه. غادي تتصل بالتليفون ديال خوها. هذه الاخوه راه الاخت ديالو، ماشي خالته ماشي مرته، يعني الاخت ديالو هي اللي كانت كتهضر معاه. هاد الحيوان، هاد الوحش الادمي القاتل ديال خوها ياسين الله يرحمه. وكما سمعتوا معايا في الاوديو بلا عاودتو ركزتوا مزيان، هو تيهضر معاها باين عليه اولا انه ماشي في حاله طبيعيه، باين على انه يا اما سكران يا اما واخد يعني المخدرات، يعني محشش، يعني مرفوع ما كاينش في هذا العالم. بالاضافه الى دققوا مزيان في المكالمه على انه ربما في هذيك الوقيته، وهذا الشيء اللي شفتو حتى في التعليقات ديال بعض الاخوان، ديك اللحظه اللي تيهضر معاها وكانه بحال الا تيقج فيه، سمعنا التخرخيره، سمعنا بحال شي واحد تيموت ولا شي واحد يعني شي صوت غريب في داك المكالمه. الاخت ما رداتليش البال. راجعوا معايا التسجيل من الاول وغادي تردوا نتوما البال. هنا في هذه اللحظه هذه انا مأكده انه سمعتوا هذيك اللي قلت لكم الاخوان، هو تيهضر مع السيده، تيهضر مع اختو في نفس الوقت بحال تيقجو بحال تيحشوم والله الا حشومه والله. هم كانوا تصفيوها ليه او هو كان ديك الساعه تيخنق فيه بيديه، لان الضحيه من لقاوه مليوح في داك المنطقه المعزوله، لقاوه مقجوج يعني مات مخنوق. ومن بعد ما مات يعني من بعد ما خنقوه حرقوا النص ديال الجسم ديالو ولا ديال الجسد. المشكله الاخوان ان الدري هذا اول حاجه هو مسكين خدام قاتل مع الوقت، مرته حتى هي خدامه، كيف ما شفنا كيف ما غادي نوريكم فيديوهات جايين ان مرته مسكينه كتنوض مع 5 الصباح وعندها ساعه ديال الطريق كتوصل للخدمه ديالها مع 6 الصباح، خدامه غير في الكابلاج. الطوموبيل اللي خدا الدري خداوه غير كريدي، يعني راه الله الا حشومه وحق الله الا ما حشومه هادشي اللي داروا. حاولت انني نخلي لكم داك الصوت ديالو ونتقلو شويه باش تسمعوه مزيان. يعني الكلب كان ديك الساعه تيهضر مع اختو وهو كيف ما قلت سكران ولا مقرقب، وفي نفس الوقت كان تاكي ليه وقيل على العنق ديالو، كان تيصفيها ليه هو والكلبه اللي كانت معاه. والكلب انا ما نسميهمش بنادم لانهم كلاب، والكلاب اوفى منهم، هادو ذئاب بشريه، خاص يعني يتخاد في حقهم او لا يطبق عليهم. كيف ما تنقول الاخوان حنايا الروح عزيزه عند الله. يعني بعد ساعات قليله السلطات
لقاو القبض على المشتبه بهم. وكاين اللي تيقول بانهم كانوا جوج ديال الدراري ومعاهم بنت، كاين اللي تيقول انهم جابوا 5، حيت اخر فيديو شفتو انا اليوم كاين اللي تيقول جابوا 9 ديال المشتبه بهم. يعني الا كانوا 9 وداروا داك الشيء فهداك الدري راه والله الا حرام وحق الله. المهم نتمنوا انهم ياخذوا اقصى العقوبات كاملين كاع دوك الناس اللي كانوا متورطين في هذا الشيء. حسبي الله ونعم الوكيل. حاجه واحده اخرى الاخوان، غادي نقلب على القصه ديال هاد الدري هذا كامله من الاول حتى نقلب على القصه ديال هاد الدري هذا كامله، وغادي نلوحها لكم في فيديو جاي ان شاء الله. ما بغيتش نكمل لكم هذا الشيء صراحه، شي تيضرب في الخاطر. ما بقى يقول لكم الا دعيو مع هذا السيد هذا بالرحمه، دعيو مع عائلته الله يصبرهم، سيرتو الزوجه ديالو الله يصبرهم، والسلام عليكم.